السلام عليكم، مرحبا بكم في جليسه بودكاست. اللي كنتي اول مره غادي تحضر معنا لجليسه بودكاست فما تنساش تخلي لي ابوني او سبسكرايب شنو ما سميت عندك، ودير لنا واحد لايك او كومونتير زوين بحالك. بطبيعه الحال الا ساليتي معنا الجليسه وعجبك لا فيديو، يلا نبداو الفيديو ديالنا. من ديما فاش كنت كنسمع الكلمه ديال الملائكه كنت كنتخايل في راسي بلا ديك الحاجه اللي صغيره وكيوت، حتى قريت هادشي اللي غنعاود لكم دابا. واحد النهار الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عند جبريل وقال لي بغيت نشوفك في الهيئه الحقيقيه اللي خلقك عليها الله سبحانه وتعالى. جاوبو جبريل وقال ليه راه ما غاديش تقدر تتحمل تشوفني في الهيئه الحقيقيه اللي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى، لان حنا كملائكه الخلقه ديالنا عظيمه، والعظمه كتبقى الله سبحانه وتعالى فقط. ليه الرسول ماشي مشكل، انا بغيت نشوفك. بقى مصر حتى وافق جبريل عليه السلام، قال ليه فين بغيتي تشوفني؟ جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ليه في عرفات. جا النهار اللي اتفقوا عليه هو يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من دارو في الوقيته ديال الظهيره، يعني القيلوله. واحد شويه كيبان ليه جبريل نازل من السماء وفتح جوج جنحين ديالو لدرجه غطاو الشمس من مشرقها الى مغربها. ولكم أن تتخيلوا المنظر. الرسول صلى الله عليه وسلم فاش شاف هذاك المنظر أغمي عليه، مشى عنده جبريل وبدا كيفيق فيه ويقول ليه راه قلت لك بلا ما غتقدرش تتحمل تشوفني في الهيئه الحقيقيه ديالي. اللي خاصكم تعرفوه هو ان جبريل عليه السلام عنده 600 جناح، هو في ديك اللحظه خرج غير جوج جنحين لدرجه ولا الظلام، يعني ما بقاش الضوء، والوقيته كانت الظهيره. غير مركزين معايا ياك. وقال ليه بلا اسرافيل حتى هو عنده 600 جناح، وكل جناح ديال اسرافيل كيعادل 600 جناح ديال جبريل. وميكائيل كذلك عنده 600 جناح، وكل جناح ديال ميكائيل كيعادل 600 جناح ديال اسرافيل. يعني انا كجبريل ما كنبان والو قدام الملائكه الاخرين. اجيو دابا معايا باش نقول لكم الملائكه حملات العرش قداش، ونعطيكم واحد اللمحه صغيره عليهم. عرفتوا هاد الحيمه اللي عندنا هنايا اللي حنا البنات كنديروا فيها الطوانق، ما بينها وبين الكتف ديال الملائكه حملات العرش مسيره 700 عام. سبحان الله. شتي هما قداش؟ تخيلتي هما قداش؟ عرفتيهم هما قداش؟ عرفتي بلا جبريل اللي عنده 600 جناح قداش، وبلا هو كيبان قدام الملائكه الاخرين شي حاجه اللي صغيره، وكيطيعوا اوامر الله سبحانه وتعالى وما كيعصيوش، كيديروا داكشي اللي تيقول. وحنا اللي بشر قديد يعني جينا حنا نتقارنوا ما بيننا وبين الملائكه في الحجم، فراه واقيلا غادي نبانوا بحال شي حبه ديال الروز. ومع ذلك سبحان الله، سبحان من خلقنا، كتلقانا طاغيين فوق هاد الارض، كتلقانا متكبرين وحاسين براسنا وباغيين نملكوا الدنيا كلها وحنا راه والو. الفرق اللي بيننا وبين دوك المخلوقات وهي ان الله سبحانه وتعالى دار فينا الروح ديالو، خلقنا ودار فينا روحه. تخيلتوا؟ عرفتي شنو هو الاحساس ديال انك تفهم بلا راك انت كتحمل واحد الحاجه اللي من الله سبحانه وتعالى؟ وسبحان الله كنتصادفوا في حياتنا مع شي ناس اللي لا اله الا الله الارض ما هزاش، مجرد ان الله سبحانه وتعالى رزقه بشي حاجه ما رزقش بها العباد الاخرين. مثلا توظف شي وظيفه الله يسهل عليه، خدم في شي منصب واعر الله يسهل عليه، شرا شي طوموبيل اخر موديل الله يسهل عليه، دا شي بنت الناس متقي الله اولا زوينه وعندها واحد القدر من الجمال ربي سبحانه وتعالى ميزها به على غيرها، حتى هو الله يسهل عليه. شي وحده حتى هي تزوجات وربي يسهل عليها حتى هي بشي ولد الناس ولا شي حاجه بحال هكا توظفات او ايا كان. الرزق كما بغى يكون كيتعتبر واحد الحاجه اللي الله سبحانه وتعالى قادر يرزق بها ناس اخرين كما رزقك انت. داكشي باش ما عندك لاش تتكبر على اخوك المسلم او اختك المسلمه. الله سبحانه وتعالى فاش كيعطيك انت شي حاجه كيعطيك وكيكون طالب منك انك تعاون بها الناس. الطوموبيل مجرد وسيله نقل، الدار مجرد حيوط
وبيبان كيسترونا وكيستروك. الوظيفة مجرد مهنة تعطيك واحد الدخل شهري باش كتقدر تعيش وتلبي الحاجيات ديالك الشخصية. اي حاجة ربي سبحانه وتعالى عطيها لك فهي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، خاصك تحمد الله وتشكروا عليها وتثبت وترزن وتكالم معنا فوق الارض، لاننا كاملين بحال وكاملين نفس الحاجة. حتى شي واحد فينا ما احسن من الاخر، حتى شي واحد فينا ما كبر من الاخر. راك شفتي بلا راه الملائكه قداش سبحان الله ومع ذلك كيطيعوا الله. غيجي شي واحد ويقول لي هادوك راهم ملائكه، الله سبحانه وتعالى خلقهم بحال هكاك. وبمجرد انك تسمع كلمه ملائكه في الواقع ديالها في الاذن ديالنا وحتى في الانفس ديالنا كيمشي لذاك التخيل ديال ان واحد الحاجه نظيفه، واحد الحاجه ماشي خايبه، واحد الحاجه اللي زوينه، عكس ديالنا حنا البشر. وحتى باش كنبغيو نوصفوا بعضياتنا اولا كنبغيو نوصفوا شي انسان مزيان كنقولوا عليه هذاك الشخص داير بحال شي ملاك، يعني نظيف وقلبه بيض والله يعمرها دار. وحنايا بشر ومن الصفات ديالنا اننا كنغلطوا، والله سبحانه وتعالى خلقنا وهو عارف نحن راه كنغلطوا، داكشي علاش كيغفر لينا وكيسمح لينا الى ما اخره. والعبره من هاد القصه اللي خاصنا ناخذ معانا وتبقى ديما في ودنا وتبقى ديما في بالنا، وهي اننا ما خاصناش نتكبروا وما خاصناش نطغاو فوق هاد الارض، لان كنبقاو واحد الحاجه اللي فانيه وواحد الحاجه اللي صغيره مقارنه بالمخلوقات الاخرى اللي كنشوفوها بعينينا. عساك المخلوقات اللي ما كنقدروش نشوفوها وما عمرنا ما شفناها. يعني ديما فيما تحس بديك النغزه ديال التكبر عندك الداخل وتبدا كتحس باللي انت احسن من الناس اللي دايرين بيك، سير سافر وسير لشي بلاصه اللي زوينه وفيها الطبيعه وتمعن وشوف مزيان وتدبر في الخلق ديال الله سبحانه وتعالى. وهذه هي من المميزات ديال الطبيعه، وهي انك كتجلس مع راسك وكتدبر وكتفهم بصح انك كتبقى واحد الحاجه اللي صغيره مقارنه بالمخلوقات الاخرى اللي خلق الله سبحانه وتعالى، حيث كنبقاو كاملين عند الله سبحانه وتعالى بحال والله سبحانه وتعالى ما كيميزناش على بعضنا بالاشكال اولا بالفورما اولا بلا طاي الى ما غير ذلك. الله سبحانه وتعالى ينظر الى قلوبنا، يعني الله سبحانه وتعالى كينتظر منك تكون واحد الانسان اللي خلوق، تكون واحد الشخص اللي كيحمل ديك الروح طيبه الزوينه اللي كتبغي الخير للناس، اللي كتعاون، اللي كتجري في اي حاجه فيها الخير. باش ما نطولش عليكم في هذا البودكاست حيت كنحاول ما امكن انني نديرو بشكل مختصر وصغير وما نكثرش فيه الهضره الخاويه اللي لا معنى لها، فبغيت نقول لك بلي راه انا فاش كنقاد هذا البودكاست وكنشوف في هذه الكاميرا فكنكون كنذكر نفسي اولا بهذا الشيء اللي تنقول لك، كنكون كنربي نفسي لداخل حيتاش كنهضر معاها قدام الكاميرا، وفي نفس الوقت كنبغي نشارك معكم هادشي اللي كيدور في الداخل ديالي وفي العقل ديالي، وكنتمنى ولو انني نكون قادره ولو نفعك بشي حاجه اللي قديد هكا. شكرا لكم حيت بقيتوا حتى لهنايا، وما تنساوش ديروا لايك وكومونتير زوين بحالكم وتبارطاجيو لاشين ما امكن. تهلاو.